هاي بالبرد عربية، معكم الشامي. حب وحنان. شامي، أول شي برحب فيك على بيلبورد عربية. حبيبة قلبي. اليوم عم نفتتح معك السنة ب 2025. أنت أول نجم معنا على غلاف بيلبورد، وبما أنه نحن ب 25 عبالي أعرف منك هيك أمنياتك كانت هيدي السنة. صراحة بتمنى أول شيء اللي هو السلام والأمن والأمان يدوم على بلادنا، تكون هي سنة خير عليهم إن شاء الله وعلى المنطقة كلياتها. هي بالنسبة لي. أما بالنسبة على الصعيد المهني، إن شاء الله يكون في تطور موسيقي وتطور بطرح نفسي، لأنه صار عندي خبرة وصار عندي التجربة هاي المرة، وإن شاء الله خير. على الصعيد الشخصي في شي حابب تعمله؟ على الصعيد الشخصي في شيء حابب أعمله صراحة. ما في وقت للشخصي، كنت عايش على الطيارة السنة الماضية. طيب، بعرف انه بال 2024 يعني نحن كمان رافقناك كتير هيدي السنة، وكان فيها نجاحات كتيرة. فأنت كيف كانت بالنسبة لك برأيك 2024؟ صراحة كانت فوق أنا ما متوقع. يعني أنا كنت دائما هذا الحدا اللي بيحط توقعات عالية لنفسه، بتعرف يقولون واقف قدام المراية وبيبهدل حاله قبل النوم. بس فقت التوقعاتي حتى. وبنفس الوقت كان في أخطاء مبررة جدا من نفسي أنا. دايما إذا ما إجاني نقد بنقد ذاتي، يعني أنا براجع أخطائي، لأنه بتمنى بيوم من الأيام هي الخبرة اللي أخذتها والتجربة والطريق هذا اللي جمهوري عم بيشوفني كيف عم بمشي فيه وعم بتطور، وبهالحفلة شو عملت وبهالحفلة شو تعلمت وإلى آخره، تعوض بالسنين الجاية. لأنه أمر جدا طبيعي، الحالة صارت سيئة وما فيها خبرة، مهم. وهلا عم نشكلها. صح. الحمد لله. وخلصت كمان بطريقة كتير حلوة، يعني أخدت 4 جوائز من عنا. وين الحمد لله. لهم أثر معنوي كبير علي. وهيك يعني كانت القطفة النهائية بآخر السنة بعد التعب كلياته. الحمد لله. كنت دايما أحلم بهذا المكان، بس اليوم الحلم صار حقيقة. 13 ترشيح لشاب اجتهد وتعب. بتعرف هديك السنة بال 2024 مثل هالوقت عملت معك انترفيو إذا بتتذكر. تمام. ووقتها سألتك سؤال، قلت لك إنه ليش بعد ما عملت حفلة؟ تخيل، من سنة مثل هالوقت. أوكي، وقلت لي بدي فرجيك شو قلت لي، بدي سمعك شو قلت لي. يلا. أوكي عشان تتذكر الحكي مزبوط. اوكي، لانه نحن بعصر السرعه، وقلت لك او يمكن بعد ما قلت لك، فنانين جيلنا كثير اسرعوا بالظهور عموما، وهي غلطه لا ينلاموا عليها، بس لانه هي عصر السرعه وهيك عم تجي. ونحن مالنا اكاديميين، نحن مالنا مهيئين 100% للمسرح. نحن شباب موهوبين عم نشتغل بالفطره، عم نكتب واللحن ونشتغل، بس تجي الحمد لله حققنا نجاح، تجي تكمشني وتحطني بمسرح قدام 10,000 شخص، لا ما حتلاقيني مثالي، يا اما انطرني. أوكي، وبعدين قلت لي إنه أعلنت عن أول حفلة. تخيل، واليوم بنفس الوقت عم بعمل معك مقابلة. وهيديك السنة خلينا نتذكر سوا شو صار. عملت تور بأمريكا، عملت تور بيوروب، بالعالم العربي، كندا. كندا. يعني عم نحكي عن بسنة بالوقت اللي أنا من سنة عم أقول لك إنه أنا غير أكاديمي وما عندي خبرة، هيأت نفسي لأنا اليوم بعد 12 شهر تقريبا أنا عامل 30 أو أكثر من 30 حفلة حول العالم. وصارت إشياء مجنونة لما أنا كنت بدبي بالقرية العالمية، وواقف قدامي تقريبا 35 ألف إنسان، وعم بتطلع عم حاول أشوف آخر هذا الجمهور. عم أقول إنه حرفيا من سنة كنت خايف من أول حفلة، فشو عم بصير؟ أحيانا ما بفز حدا بينتبه إنه أنا عم غني بصفن. أنا عم غني، بتجيني لحظات أدراك تلاقيني سلخت صفنة.
فبكون عم فكر انه قد ايه هي السنه كانت مجنونه. قد ايه انا بعد يا ليل ويا العين كنت قاعد عم فكر بكيف ما بدي اكون فنان اغنيه، كيف بدي اكون آه، موسيقتي هويه، موسيقتي نمط بينسمع بحد ذاته. كيف انا اليوم بعد هاي السنه عم نحكي عن الحفلات، وعم نحكي عن يا ليل ويا العين، وعم نحكي عن صبرا، وعم نحكي عن خدني، وعم نحكي عن وين، وعم نحكي عن دوالي، وعم نحكي عن دكتور. عم نحكي عن 6 أغاني سمعوا، بعتقد إنه 5 منهم تخطوا 100 مليون مشاهدة. الحمد لله رب العالمين. هذا الشيء مش عم بحكي من باب الاستعراض. أنا صدقا بخاطب حالي إنه شو هالشيء المجنون اللي عم بصير. يعني حتى أنا ما كنت متخيل إنه بدي اعمل لقاء معك بعد سنة. انه صح انا كنت بقول انه انا هذا الحدا اللي يلا بدي فوت وكسر الدنيا وبدنا نعمل بدنا نسوي. يا الليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا. كمان في موقف كتير بحبه صار معنا. مرة جيت قلت لي إنه أنا عم بعمل غنية بدي أطلع فيها رقم 1 على قوائم بيلبورد عربية. إذا بتتذكر شفتك مرة بالصيفية وقلت لي هيك. كان بدك تنزل وين بعد ما نزلت، فعلا يعني نزلت وطلعت نمبر 1، وانت طلعت نمبر 1 كمان على يعني قائمة أفضل فنان، أفضل 100 فنان. فهيدا الشيء كمان بخليني أفكر إنه قديش أنت بتكون حافز كتير حلو للجيل تبعك، إنه مثل كأنه عم تقلن إنه ما في شيء مستحيل، أنا هينا عم بحلم وعم بحقق. يعني برأيي انا كله بيخيب. ممكن الفن يخزل ويخيب، ممكن الجسد، وممكن اي شيء الا العلم. فانا بالنسبة لي كان مثال انه انا كيف بدي اتصدر قوائم بيلبورد. برأيي علم. انه انا اجيت عم بتطلع عم شوف شو الاستراتيجية اللي بدنا نتبعها نحن وفريق العمل لنقدر نتصدر هذا الشيء. أكيد عم بعطي رسالة للناس إنه هو أكيد أمر صعب، ولا ما حيكون حلو. ليش حلو إذا ماله صعب؟ بس بنفس الوقت هو 1+1=2. إنه بدنا نعمل كلمات حلوة، بدنا نعمل لحن حلو، وفيديو كليب لذيذ جدا وذكي، ويكون من برا الصندوق. بتشكل معنا عنصر قوي بنقدر نطرحه بالسوق. فأنا قاعد عم راقبه كيف حيتصدر، لأنه قوي، لأنه بيفرض نفسه مثل أي شيء، مثل أي منتج، مثل أي تاجر عم بينشر أي شيء بالسوق. فهمت شو قصدي؟ طبعا بلا تشبيه، الفن له أبعاد أخرى وله حالة تانية. فأنا عم بحكي على الجانب العقلاني من الفن، على كيف نحن. بس أنا بدي أقول أنا بدي أتصدر هذا الشيء. مثل إنه في إحدى البلدان مصر يعني مصر تحدي كبير بالنسبة لي، لأنه أنا بحب مصر وبحب الموسيقى المصرية كتير. فأنا صار عندي هاجس. أنا عم نام وفي عم أقول لكل الناس اللي حوالي أنا بدي فوت على الترند اليوتيوب تلاقي حالي بمصر. أنا حرفيا بتذكر إنه وقت من حياتي من هالسنة أنا بس عم فكر كيف بدي هذا الشعب وهذا الجمهور قادر استقطبه. فاليوم إحنا قاعدين الحمد لله. بعتقد مغنيتي اليوم ترند بمصر، نحن قاعدين عم نحكي دكتور. فالحمد لله. فقصدي إنه هي كانت هدف مع خطة، مش حلم مع نوم. انت شو قصدي؟ الحمد لله رب العالمين وصبنا. يشغلوني عيونك يا عيونك، يرسموني اقلامك حقيقي مثير، يديك الناس ندم. بدي أسألك هلأ أنت مثل ما حكينا بالأول إنه مع كل هالنجاحات في دايما الناس ما بيعجبها أو في تعليقات سلبية. أنا بدي أعرف منك أنت كيف تتعامل مع هالتعليقات؟ هل عن جد عم تأثر عليك نفسيا أو خلص بتقول الناس بدها تحكي anyway؟ انه صراحة اول 7 شهور من الحالة ايه، مش انه تتأثر علي نفسيا، انهيار نفسي طبعا. انه احس بالظلم. يعني تخيلي انه في حدا عم بيحكي عم يظلمك بشي، بس انت ما فيك تردي، ما فيك تحكي له شي. فمثل انه بينتشر علي شي معين او ظلم معين تجاه اي موضوع وما عم بقدر رد. فهذا الشيء انا يعني انا مالي معود عليه. انه انا اذا كان في حدا بالحاره التانية حكى علي بروح بحكي له ليه عم تحكي علي، هي شخصيتي انا. فايه اكيد الامر اثر علي نفسيا باول فتره كتير وغيرني. يعني خلاني شوي هلا لا مبالي. وبنفس الوقت صرت بعرف اقرا الحاله العامه، اللي هو امتى هذا النقد لازم اخده بعين الاعتبار، وامتى بلا معنى عم يطرح.
أو لأسباب معينة أو ليخدم شي معين. فهمت شو قصدي؟ هلأ لأ، هلأ صراحة لأ، لأنه وصلت. الناس اللي أنا بدي إياهم والناس اللي متابعيني بيصدقوني، الناس بيعرفوا مين أنا، وأنا هذا اللي بيهمني. كل شي برا هذا الإطار أكيد بيعني لي يشوفوني بصورة حلوة، بس قدام القصة مش بإيدي. القصة إنه عم يأخذ كلمة عفوية أو عم يأخذ حركة معينة مني بمنحة أو سوء نية. هذا الأمر بيعود لنفسية الشخص، لشو هو متعلم إلى آخره. فهمت شو قصدي؟ فأنا هلا رواق مع حالي، أنا رواق مع كل شي عم بيصير. ونحن عم يعني عم نحكي عن الكم مليون اللي بيحبوني. يعني أنا كتير بحبهم وراضي فيهم، وبعرف إنه ما إجوا عن عبس. صبرة لروحي وربي يعلم صبرة. وموضوع الشهرة، بعرف إنه أنت يعني أنا عمر كتير صغير، أنت عمرك هلا 22 صح؟ 22. أوكي، فكتير صغير وهيك وعيت هلا وفي شهرة أكيد، فخبرني كيف تعاملت مع هذا الموضوع؟ أول شي كنت ما بعرف شو الصح وشو الغلط. هلأ صرت فهمت إنه لا، إنه أنا إنسان طبيعي، بس إنه على عمري صغير شوي، فبيكون في إشياء مباحة وفي إشياء مش كتير مباحة، وعم بتعامل معها بلذاذة. وأنا أساسا إنسان بيتوتي، حدا تبع بيت. ف أنا رواق. وبتعرفي لأنه الحالة الفنية استقرت وبطل فيها قلق، عم حب أطلع أشوف الناس منبسط. فهمت شو قصدي؟ إنه بالأخص لما بنزل غنية. يعني امبارح أنا طلعت كزدرت وهيك، إنه ناطر وقف عند ناولني، عم باخد شيء اشربه، مثلا يوقف يقول لي بس دكتور كتير حلوة، ما ناطرك تقول لي هيك. فهلا أنا رواق. والعين مراية يا روح والقلب حانك يا روح. طيب خلينا نحكي عن دكتور هلا نزلتها من كم يوم، وما بعرف قد ايه صارت هلا نحن عم نحكي، يعني كل شوي بتزيد. خبرنا شيء ما بنعرفه عن هالغنية، أول مرة بتحكيه مثلا. أول شيء الغنية هي كانت استثمار فيما يعرف الآن بنمط الشامي. يعني أنا ما طلعت لبرا الصندوق، لسه برا الصندوق جاي. كنت عم بستثمر أكتر بالنمط يلي انحبه بهي الفترة. زائد إنه أنا كنت حابب أطرح اللي أنا حابه، أنا شو حاب أعمل بالفيديو كليب. عادة بنكون نحن فريق وبنقعد ناخد الآراء وكيف أنتو شايفينه والى آخره. هالمرة ما بدي، لا، هالمرة أنا كيف شايفه. قعدت مع المخرج، تحية له حسان، وقلت له إنه أنا حابب كل شيء إلك، بس أنا حابب لما رميتني من الحصان، لأنه هون أنت بدك تفكر هلأ إنه شو لازم نعمل وكيف لازم، شو لازم يصير، لأنه هون الحبكة تبع الغنية. بدي أرقص شو حرفيا، بس بدي أرقص بطريقة معينة ضمن صورة معينة، لأنه أنا حاسس إنه بدي أعبر عن شيء معين اللي هو طرحته أنا. إنه رقصة الطائر المذبوح من الألم. الطير المذبوح بتلاقيه عم يرقص من الألم، فأنا حرفيا بدي أطرحها بهي الصورة، لأنه أنا ما بحب، أنا إنسان ما بحياتي مالي دراما. يعني أنا مالي هيك. فهمت شو قصدي؟ حتى لما بكون متضايق من شغلة بالحياة، بكون عم بطرحها بطريقة هزلية وقاعد عم بضحك أنا والشباب وعم بتمسخر على الحزن اللي أنا عايشه. فتعال نطرحه هيك بالكليب. وطبعا في استهجان مثل عد عد عد، مثل أي شيء بعمله أنا من برا الصندوق. بس لما نزلتها أكثر شيء كان الأغاني اللي بيعملها هو مسموعة حتى عنا بالبيت كتير. فلما التقيت فيه كتير انبسطت وإلى آخره. وهو كان متقبل لنمط الموسيقي اللي أنا بعمله، ودار هاي الأحاديث الحلوة بيناتنا. ومع الوقت حسينا إنه لأ، في شيء من روحه ومن روحي عم تنطبق. فإنه كنا قاعدين، فقال لي إنه جرب تكتب وتلحن شيء. وهي خطوة كتير جريئة لأنه هو من غير مدرسة. فإيه كتبت ولحنت شيء لذيذ. وأنا هذا شيء شخصي لإلي، لأنه يعني ملهم زين، أنا بحبه وأنا بسمع له يمكن من لما كان عمري 8 9 سنين. فهذا الشيء هيك حافز لإلي، إنه أنا كبرت ومع هذا الشخص اللي أنا بسمعه أنا وطفل، أنا اليوم عم بعمل معه شيء من كلماتي وألحاني. هذا الشيء أعطاني يا أبو علي مثل إنه إيه، حتى لو أنا من المدرسة القديمة، حتى لو نحن من غير أجيال، بس اللي عم ينعمل هلأ فن.
فهمت شو قصدي؟ الشخص نفسه اللي بيغني لوديع الصافي وللمدارس الكبار وأهم الفنانين يعني اليوم عم بيحب يتعاون مع شاب صغير مثل هي. يعني بالنسبة لإلي شيء شخصي حافز لإلي إنه عم بيقول لي إيه، ولو أنتو جيل جديد ولو هي موسيقى جديدة بس هذا فن بيشبه كل الفن. حلو. يعني حتنزل قريبا صح؟ أكيد اوكي. إن شاء الله. طيب وفي تعاون تاني كمان مع تامر حسني؟ لا، في صورة مبدئيا مع تامر حسني، مع اوكي. الأستاذ تامر حسني. إيه الشرف. هلا أول شيء هي كانت اللقاء لأنه قرايبي. هاي اوكي. معلومة حصرية إنه طلع في قرابة بيناتنا. هاي الشغلة الثانية هو إنه كنا عم نتعرف على بعض، وإن شاء الله ممكن بالمستقبل يكون في عمل مشترك، لأني أنا بتشرف وتامر أستاذ كبير، وإن شاء الله خير. لا بس عبالي اعرف كيف يعني قرابة انه. إيه، أمه اوكي. وأمي. أمه سورية، اوكي صح. من عنا من الحارة. أنا ميداني وهي مم. ميدانية، وأمه وأمي من نفس العائلة، نو واي. حرفيا من نفس العائلة. فطلعنا قرايبين آخر شيء. واو اوكي. إيه، اوكي. حتى أنا وياه هيك قاعدين. إنه كانت الوالدة الله يخلي لها عم بتسلم علي وهيك. فعم تقول لي خالته إنه أنا من الميدان وهيك، بيت مين بيت كذا، وأمي من بيت كذا، إنه تامر عامل هيك، وأنا كلياتنا قاعدين آخر شيء طلعنا قرايب هلا. واو. إيه، هي شغلة كانت لذيذة. الشغلة الثانية إنه أنا بحبه كمان لتامر. يعني بدك تعرفي شيء، إنه أنا ولا مرة بحياتي طلعت إلا مرة بحياتي، بابا بحكي لكم عنها مستقبلا. ما بطلع بحياتي إلا مرة كمان مرة مع ناس ما بحبهم. يعني غالبا لازم أكون بحبه أنا وبسمع له وبيعز علي لأقول إنه أنا عبالي التهي بهذا الشخص، عبالي أعمل معه عمل مشترك، عبالي أكتب له لحن له شيء. وأكيد تامر حسني من الأشخاص اللي أنا بحبهم، يلي كان بتعرفي أنا كنت صغير والعيلة بزمن لما طلع هو، إنه بالخزانة تبعنا تفتحيها في مراية، فوق المراية في صورة تامر حسني. عرفت شو الجو؟ إنه أنا وعيت ببيت. انا مثلك. بعتقد إنه كل بيت، فكتير بفهمك بعتقد يعني. إنه كل بيت. هي العيون بشعل حرب العيون بكون أو ما بكون من دونها. معقول ما بعرف ليه خطر لي هيك، معقول يكون في تمثيل مثلا؟ أنا مشكلتي بحياتي ما بعرف مثل، لكن يمكن إذا بإطاري أنا، يعني إذا بشيء بيشبه الشامي أصلا ممكن، ليه لا. يعني مثل اللي صار بدكتور هو تمثيل صح. فعليا. مم. بس أنا ما كنت عم مثل فعليا، أنا عايش الحال. يعني أنا كاتبها وملحنها للحالة ومغنية للحالة، ضل بس ورجينا شو كنت عم بحس أو شو عم بعمل أنا وعم غنية. فهمت شو قصدي؟ فإذا كان في يوم ما سينما أو دراما ضمن الإطار تبعي أنا أو الروحية تبعي وشخصيتي وكاركتري، أكيد ممكن. طيب هلا حكينا عن التعاونات، عبالي اعرف المخططات يعني السنجلز هاي السنة، او اذا في ألبوم بركة. هاي السنة الخطة الموسيقية تبعها أكتر عن إنه في، تعرفيها هاي تبع فكرتوني خلصت، طب خدوا هاي. عرفتي؟ أكتر عن إنه بدي أستعرض آه شو الخبرات الموسيقية اللي كنت مكتسبها بهال6 سنين أو ال5 سنين بعمل موسيقى ببيتي. بس كنت محدود شو قادر نزل وشو قادر أقول. هلأ بحس إنه أنا استقريت وحابب أعمل الشيء اللي عن جد أنا بعرف أعمله. فهمت شو قصدي؟ فهلأ ممكن يكون في ألبوم، بس رح يكون برضو عم ينزل بطريقة شوية موزعة مثل اللي عملته قبل. زائد رح يكون عم حاول استقطب، بما انه شفت القبول، يعني بما انه انا عم شوف الجمهور التونسي والجمهور الجزائري اللطيف والجمهور المصري، فاذا في قبول، في حجر اساس جميل جدا، انا متواجد بهاي البلدان وفي عندي هذا الجمهور الكبير اللي عم يسمعني. فخليني اعطيهم شيء لإلهم، مش بس هن يعطوني. فهمت شو قصدي؟ انه اعمل شيء لهي البلدان كلياتها. فالخطة الموسيقية اليوم هو انه انا اطلع من فكرة موسيقى بلاد الشام، لا، موسيقى عربية شرق أوسطية، ممكن تركيا، هاد الشي كتير ممكن. وبتكون حالة عربية أكتر ما هي شامية وانتشرت. يعني هلا حالة الشامية حالة شامية
وانتشرت عربيا. لا خلينا نكون الشامي هو حالة عربية خارج من بلاد الشام أكيد. اوكي. بالموسيقى هذا الشيء حيتم طرحه أكيد. عرفت شو قصدي؟ إن شاء الله. شامي، ان شاء الله تكون انبسطت على قد ما انا انبسطت. يا حبيبة قلبي أكيد. وبدي اتشكرك كثير على وقتك، وان شاء الله بتحقق كل شيء. أنت صرتوا يعني هيك صرنا عائلة، صرنا 10 عمر من وقت ما بلشت لهلا، فأكيد بنبسط معكم، وكل الشكر لكم دائما. ثانك يو حبيبة قلبي.